السلام عليكم. يلا بينا نعمل كيكة الشوكولاتة، سهلة وبسيطة. مكوناتها عندك في البيت، مش هتكلفك كتير. نبدأ المكونات بسم الله. معايا هنا 3 بيضات، نضيف عليه 1 كوب إلا 1/4 سكر، نضرب شوية بالمضرب الكهربائي وبعدين نضيف السكر تدريجي. بعدين ننزل معلقة فانيليا، بعدين 1 كوب إلا 1/4 حليب، نص كوباية زيت، بعدين ضربنا المكونات السائلة مع بعض. بعدين عملنا هنا المكونات الجافة، 2 كوباية إلا 1/4 دقيق، معلقتين كاكاو، ننزل بهم تدريجيا على الخليط السائل. خلطنا الخليط مع الخليط كيس بيكنج باودر، معلقة بيكنج باودر يعني مع الدقيق مفروض، لكن انا نسيت حطيتها بعدين يعني. بعدين مسحت صينية وحطيت على رشة دقيق من تحت، وحطيت الخليط فيها. بعدين نولع فرن على درجة حرارة 180 من تحت بس، حطيناها في الفرن. بعدين هنا نعمل الصوص بتاعها، معلقتين سكر، معلقتين كاكاو، 1/4 كوباية حليب، 1/4 كوباية زيت، بعدين هناخده في الخلاط. هنحط على الصوص اللي عملناه من بدري، وبعدين هنزينها بشوية مكسرات من فوق. جربوها سهلة، وما تنسوناش من اللايك والاشتراك في القناة. صحتين وعافية.